السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. على غرار نيرة اشرف وسلمى بهجت، فتاة جديدة تفقد حياتها، وده لرفضها الارتباط من احد الاشخاص. زي ما قلنا، حادثة جديدة شهدتها محافظة المنوفية، وبالتحديد مدينة بركة السبع، قبل ساعات من الآن، وأثناء سير إحدى الفتيات فاطمة سالم عبد العليم رضوان ماشية في الشارع، فوجئت بأحد الأشخاص يعتدي عليها، وقام بطعنها عدة طعنات أمام المرة. زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي الاعتداء الغريب الوحشي. الناس كلها بدأت تتساءل، انتشر الفيديو بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، ايه الاسباب اللي تخلي شخص يعتدي على الفتاة بهذا الشكل؟ ناس كتيرة اتكلمت عن اسباب اللي حصل، وناس كتير حكت ان السبب الرئيسي زي ما قلنا ان هذا الشخص تقدم لهذه الفتاة ربنا يرحمها، واهلها رفضوه وهي رفضته، فما كان منهم الا اللي احنا شفناه. طبعا بإذن الله سيلقى جزاؤه. طبعا الأهالي زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي في الصورة تم القبض عليه بعدها مباشرة وتم تسليمه، وبعد الحادث تم نقل الفتاة للمستشفى، ولكن توفت ربنا يرحمها. طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا خلال الساعات الأخيرة، وطبعا ناس كتيرة بتسأل عن أسباب اللي حصل، وإيه اللي يخلي أو يدفع شاب إن هو يقتل فتاة بهذا الشكل. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعتنا مستمرة معكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الأخبار، وفي أي مكان هتلاقوه بإذن الله موجود.